أهلا وسهلا بالمشاهدين مع تقييم مسلسل ابن القناص ومسلسل قول جمال. Fumble a bag, now I will not fumble a bag. Fumble a bag, now I will not fumble a bag. Act like you know how this goes. أولا مع مسلسل ابن القناص وأصلا من وين بيجي اسم المسلسل؟ بيجي من خلال قصة المسلسل، وهي عن أصدقاء العمر اسكندر والقناص كوركماز. ولكن كوركماز ما شاف ابنه من سنوات، وهلأ ابنه كبر، ولو كوركماز شاف ابنه بالشارع ما راح يعرفه. ولكن شاءت الأقدار بأنه كوركماز راح يتعرف على ابنه تحت ظروف راح تجبر كوركماز بأنه يصير على عداوة كبيرة مع أعز صديق على قلبه وهو اسكندر. وبوقتها القناص كوركماز عليه بأنه يحمي ابنه من شر أعز صديق عليه. وهون منشوف كيف راح يصير التركيز كبير في قصة المسلسل على ابن القناص متين، وهيك بيصير معروف من وين أجا اسم المسلسل والمقصود فيه متين ووالده. الكاتب جوكهان هورزوم أخذ السيناريو على محمل الجد والاهتمام بالدرجة الأولى على تقديم سيناريو مفعم بالأكشن وبعيد عن رتم الملل. ما في ولا مشهد بالحلقة الأولى كان مو مهم، حتى المشاهد اللي كان الهدف منها هو الإطالة بمدة الحلقة كانت بتخدم حبكة السيناريو، مو مجرد مشاهد على الفاضي. فمثلا هون في هذا المشهد ممكن تقولوا أنا إيش علي من هذا المشهد؟ اثنين قاعدين بياكلوا وبتكلموا مع بعض، لكن المغزى من المشهد هو كيف بيوضح انه هدول الاثنين كانوا بتشاركوا اللقمة مع بعض، معزتهم على بعض في الدرجة الأولى، وبعدها فجأة من مشاركة اللقمة لألد الأعداء، وغيرها من المشاهد اللي بتركز على تفاصيل مهمة. ومن لحظة بداية الأحداث في المسلسل حتى بداية تفرع حبكة السيناريو كانت الأحداث مربوطة ببعض بشكل يجذب اهتمام المشاهد ومن دون تشتيت عن القصة الأساسية للمسلسل. يعني حتى الأحداث المتفرعة متصلة مع الحدث الأساسي وبشكل دقيق. وبشكل عام الكاتب جوكهان هورزوم عنده هوية مميزة بتنعكس في جميع المسلسلات اللي بيكتبها، هذا من خلال طريقة سرد ونمط الأحداث. بتعرف انه صاحبها هو الكاتب مسلسل الحفرة وهو الكاتب جوكهان هورزوم، ومو معناها انه المسلسل نسخ لصق من الحفرة، لا، مسلسل الحفرة حالة خاصة ما لها مثيل، ولكن الكاتب جوكهان رجع يثبت نفسه وزيادة مع مسلسل بقصة مبتكرة ومميزة بتحمل كتير من التوقعات والمفاجآت. وعلى فكرة الحلقة ابدا ما كانت مملة على مدار الساعتين وربع، ولكن الشيء الوحيد اللي ما بيعجبني في الكاتب جوكهان أنا لاحظت إنه بياخد مواضيع من الروايات الأجنبية وبيحطها في المسلسلات التركية. ومثال على هذا الكلام في مسلسل ابن القناص هو شخصية سيبال. أنا عن نفسي ما حبيت دورها، ولكن الدور مشابه جدا لقصص الروايات الأجنبية اللي بتتكلم عن وحدة بطريقة ما مو ضروري أوضحها بتعرف كل أسرار الرجال. تمثيل الطاقم طبعا كلهم أدوا دورهم على أكمل وجه، ما بيحتاجوا كلام، وبالأخص الممثل تايموتشين أسان وجنجو أوزاك اللي تطور تمثيله بمراحل عن أول. وكمان طبعا أداء بهار شاهين ممتازة بالدور، ولكن بكرر كنت بتمنى إنها كانت بقالب دور بشخصية أفضل من دورها في مسلسل ابن القناص. وفي شي حلو لاحظته، أغلب طاقم المسلسل فهموا بذكاء كيف يجسدوا ويعيشوا الشخصيات المركبة المكتوبة على الورقة ويتم تجسيدها بشكل فعلي على أرض الواقع بطريقة تخلي المشاهد يقتنع تماما بالشخصيات اللي قدامه. موسيقى المسلسل روعة، فيها نوع من التميز عن باقي المسلسلات من خلال بعض المقطوعات اللي جمعت بين ألحان الأرابيسك مع ألحان حديثة. ولكن الشيء الوحيد اللي ما عجبني بالمسلسل من الناحية الإنتاجية الفنية هو أنه بعض المشاهد الإخراج فيها صفر. المفروض ما كانوا يحطوا هيك مشاهد بالمسلسل، وأتوقع المشاهد اللي أنا بتكلم عنها والله ممكن صوروها
صوروها بكاميرا الجو برو، يا ريت لو عادوا تصويرها بشكل افضل. ومع مسلسل قول جمال في قصة انتقام، ولكن كاتبة المسلسل عشان تتميز عن باقي قصص مسلسلات الانتقام أضافت جانب نفسي بارز في القصة، وهو الجرح الكبير العميق اللي كبر مع بطل المسلسل بفقدانه لمعنى وجود الأم في حياته من بعد ما تخلت عنه أمه وهو صغير. فكرة السيناريو هو قالب درامي عميق بالآلام بين الماضي والحاضر، مع تمثيل طاقم جسد المشاعر بين الماضي والحاضر بصورة ممتازة، وبالأخص الممثل مراد أنلمش البطل بنفسه وجوده رفع من مستوى قيمة المسلسل. أما عن الممثلة عائدة أكسال، صح إنه دورها مشابه لأدوارها القديمة، ولكن قدرت إنها تفرض الفوارق بين أدوارها القديمة ودورها الجديد من خلال موهبتها. الموضوع كله بيرجع عليها وعلى موهبتها في التمثيل. والممثلة ميليسا سيزن كمان أدائها كان حلو، ولا ننسى طبعا تمثيل الطفل كان مقنع جدا، وعن جد عندهم كتير في تركيا ممثلين أطفال مبدعين. أما الممثل أديب تبلي في كل دور مختلف بيثبت للمشاهدين إنه هو ممثل متعدد المواهب، وبشكل عام اختيارهم لطاقم مسلسل قول جمال توفقوا فيه وكلهم أقوياء. أما عن طريقة التعارف بين الثنائي في المسلسل والله مختلفة مو مكررة، وكان يعني بقى شوي ويتضاربوا. والمسلسل كمان كان بيعتمد على سيناريو معبر في الحوارات. أما والإخراج في المسلسل ولا غلطة. أما تقييمي للمسلسلات، أولا لمسلسل ابن القناص بعطيه 9/10، وهاي لأول مرة، والصراحة قلت بنفسي بوقتها يا ريتني تأخرت لشفت المسلسل عشان تتجمع الحلقات مع بعض وأشوفهم ورا بعض، لأنه من بعد ما خلصت الحلقة الأولى لسه كان بدي أعرف إيش رح يصير بعدين، بس لسه الحلقات ما انعرضت. أما ومع مسلسل قول جمال هو فعلا سرد الأحداث من خلال الحلقة الأولى كان مميز عن غيره من قصص الانتقام، ولكن اللي مو محمسني كتير للمسلسل بعدين هو انه قصص الانتقام مع تقدم احداثها كلها او اغلبها راح يمشوا على نفس خطى الاحداث تاعت مسلسلات الانتقام، ولكن كمسلسل درامي بينشاف للي بحب. يعني بالنهاية أنا عن نفسي بفضل مسلسل ابن القناص، هو يعني مختلف جديد مميز أكثر، ولأنه كمان أكشن درامي شوية كوميديا فحلو أكثر بالنسبة لي. وأنتوا عن نفسكم حبيتوا أي مسلسل أكثر؟ ورجاء لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك ولايك للفيديو.